فإذا أردنا أن نعيش أعزة في هذه الدنيا فعلينا أن نتيقن بأمرين. أما الأول فهو أن الرزاق هو الله، وأنه لا يزيد في رزقك فلس ولا ينقص فلس. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4: بكتب رزقك وأجلك وعملك وشقي أو سعيد. انتهى الأمر، كل شيء مكتوب. فإذا أيقن الإنسان أن كل شيء مكتوب هان عليه وأن الرزاق هو الله. الأمر الثاني: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. انتهى الأمر، لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.